ندى ملكي محامي بإقليم الجزيرة. طبعا اليوم رح نحكي عن ضجة القائد عبد الله أوجلان. من المعروف جدا الممارسات القمعية التي تمارسها الدولة التركية من عام 1925 والمجازر الجماعية التي ارتكبتها بحقوق الشعب الكردي بشكل أخص، وما يمثله القائد عبد الله أوجلان هو رمز لهذا الشعب المظلوم منذ الأزل. الدولة التركية حاولت أن تقمع هذا الشعب من خلال رمزها القائد عبد الله أوجلان، ونحن نعلم المؤامرة الدولية التي أحيكت ضده لجعله سجينا بمنفى بعيد جدا عن شعبه أولا، عن وطنه ثانيا، وعن حريته ثالثا. ما قامت به الدولة التركية في الآونة الأخيرة يتجاوز كل معايير حقوق الإنسان، ومخالفة صريحة جدا لمواثيق القوانين الدولية. طبعا بتجريده بحرمانه من مشاهدة عائلته أو زيارة عائلته له يعتبر أيضا مخالفة قانونية صريحة لقوانين حقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان الذي تم مصادقته من قبل الدول الأمم المتحدة. الفترة الأخيرة حتى محاميه بقوا لمدة أكثر من 6 أشهر بمحاولة رؤيته وزيارته، إلا أن الدولة التركية رفضت حتى دخول المحامين لدى القائد عبد الله أوجلان. هذه الممارسات تعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان بالدرجة الأولى. يجب أن يعي العالم ككل أن ما يحصل الآن بحق القائد عبد الله أوجلان هو انتهاك للشعب الكردي بشكل خاص، وانتهاك للشعب الديمقراطي لجميع شعوب دول العالم الديمقراطية والتي تنادي بالديمقراطية. طبعا إن فكرنا قليلا لماذا تعمل الدول التركية أو الدولة التركية على قمع هذا الرمز، هي تظن بأنها بسجنه في منفى بعيد جدا ستستطيع أن تقطع هذه الإرادة عن الشعوب وتكسرها، أن تزيل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان بما يخص الديمقراطية وبما يخص المرأة بشكل أخص وحرية المرأة. نحن نعلم الآن في روجافا في الإدارة الذاتية الثورة هي ثورة المرأة، وبالفعل حققت إنجازات كانت تصعب كثيرا على الدول العظمى أن تقوم بهذه الإنجازات. المرأة اليوم أثبتت نفسها بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان. لذلك تقوم الدولة التركية بعد أن شاهدت هذه الإنجازات العظيمة في الإدارة الذاتية وفي روجافا بشكل أخص تحاول أن تقمع هذا الفكر أكثر بهذه الممارسات الغير إنسانية والغير حقوقية. اليوم يجب أن نقف جميعا، ليس فقط في روجافا، ليس فقط الشعب الكردي. اليوم يجب أن يقف جميع العالم بوجه الدولة التركية وبوجه كل الدول التي تآمرت مع الدولة التركية في قيد حرية عبد الله أوجلان. نحن نقول قيد حريته الجسدية فقط، إنما فكره هو منتشر في جميع أصقاع العالم. فلا يظن أردوغان وحكومته وحزبه كأنه يستطيع أن يقمع هذا الفيلسوف، هذا القائد العظيم الذي الآن تسير وراءه شعوب العالم ككل والشعب الكردي بشكل أخص. ونحن نعلم طبعا المجازر الأخيرة التي ارتكبها والقصف المستمر على مناطقنا، مناطق روجافا، لن تقمع إرادتنا ولن تقمع حريتنا، وأيضا لن نبقى ساكتين وسنطالب ونبقى نطالب بحرية جسد القائد عبد الله أوجلان. وأركز بأننا نريد حرية جسده كإنسان، ومن حقه ومن المعايير القانونية التي تفرض على الدولة التركية أن
تعطي الحرية لجسده، إنما فكره هو حر ومتمثل بإرادة شعوبنا، الشعوب الكردية بشكل أخص وشعوب العالم بشكل عام، بمساعدة جميع الناس. ونعلم نحن منظمة CPT حاولت أن تزور القائد عبد الله أوجلان، لكن للأسف لم تراعي الدولة التركية حتى حقوق المنظمات الإنسانية، لأن القانون الدولي سمح لهذه المنظمات أن تدخل إلى أي مكان هي تشاء وأن تطالب بحق أي إنسان سواء كان ارتكب جرم معين أم لم يرتكب. فما بالنا بالقائد عبد الله أوجلان وهو رمز للشعوب الكردية. هذه المنظمة للأسف حاولت أن تزور القائد بعد معرفتها بأن الدولة التركية لم تسمح لعائلته برؤيته، لم تسمح للمحامين بالدخول، فمن حقها الطبيعي أن تطالب هي برؤيته كمنظمة إنسانية. لكن الدولة التركية بكل سفاهة رفضت تدخل هذه المنظمة أيضا. نحن هنا الآن كقانونيين وحقوقيين 6 أشهر نعلم أن المحامي له الحق الطبيعي برؤية موكله متى شاء وأينما كان ومتى شاء. لكن بهذه الممارسة الآن الدولة التركية تخالف القانون صراحة. قانون الدولة التركية هي ذاتها، لأنها هي التي أقرت بالقانون بأنه من حقوق الإنسان أن يكون له أن يدافع عن نفسه أولا، أو أن يدافع عن نفسه عن طريق وكيله القانوني. فما بالكم إن كانت الدولة التركية هي التي تخالف وتمنع هذا الموكل من رؤية موكله في المكان الذي هو محجوز فيه. الآن نحن نناشد كمحامين طبعا نرفع دعوة، لقد رفعنا دعوة فعلا عن طريق اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة إلى دول الأمم المتحدة لإرسالها وللقيام بإجراءاتها القانونية أصولا وفق محاكم الدولية وحتى وفق قوانين المحكمة الموجودة في تركيا. هي صراحة تخالف قوانينها، وهي مخالفة صريحة، وعلينا نحن القانونيين أن نتابع هذه الدعوة ولو كانت عبر وسائل الإعلام، عبر الرأي العام. المهم أننا هذا دورنا نحن كمحامين أن نقوم بما يفرض علينا القانون، خاصة لإنصاف كشخص القائد عبد الله أوجلان. ونحن كحقوقيين طبعا نناشد المجتمع الدولي بأن فكر القائد هو فكر ديمقراطي ينادي بحرية الكثير من الشعوب. نحن كحقوقيين نناشد جميع الحقوقيين في جميع الدول الديمقراطية أن تنهض وأن ترفض هذه الممارسات القمعية. فنحن نرى أن الدولة التركية تساند داعش بفتح الحدود لها وإدخالها إلى مناطقنا، تقمع رمزنا القائد عبد الله أوجلان وترفض أن تعطيه أبسط الحقوق الإنسانية. فنحن كحقوقيين ننادي جميع الشعوب الديمقراطية بأن تقف وأن تنادي وأن تصرخ بأعلى صوتها بأنه يكفي هذا الظلم، ويجب أن يخرج القائد عبد الله أوجلان لشعبه، وهو الآن لا يمثل، نحن نقول لا يمثل الشعب الكردي فقط، إنما يمثل جميع الشعوب الديمقراطية في العالم.